عايز افهم يعني ايه كاب، وتصمم في قد ايه، ويساعدنا ازاي، ان انا احط خطه انتاج لمصنعي. اولا كاب ده احنا يعني هو فكرته جت منين؟ فكرته جت ان احنا لما جينا مصر نبتدي نشتغل في مصر، لان انا قبل مصر كنت عايش بره، احتكينا برجال اعمال دفعوا فلوس كتير قوي في برامج عظيمه جدا، وفي الاخر ما خدوش اللي هم عايزينه. يبقى بينتجريت او بيشتغل مع البرامج العظيمه دي علشان يعمل الحاجات اللي البرامج العظيمه دي ما عرفتش تعملها، او الناس القائمين عليها ما عرفوش يشغلوها، او لاي سبب. يعني اشتغل مع ساب، مايكروسوفت، اوراكل، كل مثلا الكلام ده. مثلا فاحنا لما عملنا كده علشان احنا جايين بقى من الناحيه الثانيه، احنا جايين من ناحيه البرامج العالميه، فاحنا عارفين الستاندرد. اصلا حضراتكم كنتوا في البرامج العالميه. صح صح، بنحل مشاكلها. صح، في العالم كله. في العالم كله. فبقينا ننتجريت مع البرامج دي بالستاندرز بتاعتهم، فاصبح ان احنا اللي احنا بنعمله دي جايه في ستاندرز عاليه قوي. احنا ما بنقارنش بحد، احنا لما تيجي نقارن بيهم لان احنا نفس الستاندرز. موديول ورا البرنامج موديول. المصري يقارن بالبرامج العالميه 100% يا فندم، 100% واحسن. عملنا اللي احنا عملناه، نزلنا بيه الناتج او الاوت كام كان مبهر. ان انا دلوقتي يبقى عامل قاعد ممكن ما يكونش معاه اعداديه، قاعد بيشغل برنامج كاب على مكنه وبيستلم انتاج زي اكنه بيدوس على حاجات في موبايل. انا قدرت اوصلها لكده، فانا قدرت اخد الكبير قوي ده ابسطه لحاجه قوي كده، وبقول لك تعالى انت يا بتاع اعداديه تشتغل عليه. لا معلش، يعني انا لو عندي برنامج شغال عليه بقالي سنين، مش محتاج تهدي، وات اسمه بقى، مش محتاج تهدي. من سواء برنامج ساب اللي هو مرسيدس البرامج، سواء برنامج اوراكل، سواء برنامج مايكروسوفت، ايا كان البرنامج اللي شغال بيه، مش هتقول لي شيله وحط كاب؟ لا مش هقول لك كده. امال؟ انا هقول لك تعالى نركب كاب على اللي عندك ونقلل تكاليف التشغيل. يعني 100% تكاليف تشغيل اللي انا جايبه من بره 100%. احنا عملنا اللي اكبر من كده بكتير. بقول لك خلي عندك نفس الفانكشنز دي، الاسيتس اللي عندك دي، الاصول اللي عندك دي، انا هوصل لك عليها كاب، وهخليك بدل ما انت عندك برنامج اس ام اي هيبقى عندك برنامج لارج انتربرايز. اللارج انتربرايز ده هتاخد اللي هو اصلا ممكن ما يكونش ممكن يعرفش يديهولك، ولو هو عارف يديهولك هيبقى بفلوس كتير قوي. فاحنا بناخد الماركت من حته لحته ثانيه خالص. يعني لو قارنا تكاليف حضراتكم بتكاليف البرامج العالميه نقدر نقول ايه؟ 90% اقل مثلا. بجد؟ 100%. 90%؟ 90% اقل. وفي الاخر انا عايز اقول لك ان هو منتج مصري وتصديره سهل جدا. انا مش محتاج حاويات عشان اصدره. انا من وانا هنا ممكن اعمل بروجكت في امريكا اخلصه من اوله لاخره وانا قاعد هنا. لو احنا قدرنا نلاقي اللي يصدقنا ويدعمنا، مش يدعمنا ماليا، احنا مش محتاجين دعم مالي، ومش محتاجين حد يصدقنا يقول لنا انتوا كويسين، احنا عارفين ان احنا كويسين. احنا محتاجين حد يبوش الحاجه دي في اجهزه، اللي هو جهاز الدوله. احنا لازم هنعتمد على حاجه لوكال بس شغاله ستاندرد، يلا بينا. او انتوا عندكم حاجه وتعالى نشتغل بيها بس تبقى موافقه للستاندردز اللي احنا هنحطها. كده احنا ممكن نتكلم، سواء احنا سواء غيرنا مش هنختلف.